هقول لك على 6 صفات مهمين جدا جدا وانت لسه بتبدا في مجال الاي تي، لازم تكون عارفهم ولازم يكونوا فيك. ازيك؟ تعال اقول لك الخلاصه ببساطه ونتعلمها مع بعض من الصفر. اول حاجه، حل المشكلات والترابل شوتنج كاي تي، سواء بقى كنت هيلب ديسك، نتورك انجينير، سيستم ادمن، كلاود، ديف اوبس، ايا كان. طالما انت شغال في مجال الاي تي يبقى الطبيعي ان انت وظيفتك الاولى والاخيره في الشركه هو انك بتحل المشاكل. بس السيستم موجود، السيستم شغال، السويتشات موجوده، الكمبيوترات موجوده، الموظفين موجودين، كله تمام، مفيش اي مشاكل في اي حاجه. انت دلوقتي مالكش اي وظيفه، بمجرد ما تحصل مشكله هتلاقي الناس كلها بتلف حواليك، هتلاقي الناس كلها بتتكلم معاك، هتلاقي الناس كلها عايزاك علشان تحل لهم المشكله دي وترجع السيستم او ترجع جهاز الكمبيوتر او ترجع الشبكه زي ما كان بنفس الشغل وبنفس الوضع اللي كانت عليه قبل كده. لازم انت بقى يكون عندك مهاره الترابل شوتنج الذكيه السريعه اللي تحل بيها كل المشاكل اليوميه. احنا وظيفتنا او اكل عيشنا اصلا قايم على ان انت بتحل مشاكل، فلازم تكون من الاول كده بتحب تحل المشاكل، بتحب تشوف مشكله وبتحب تتعامل مع مشكله. وطالما جبنا سيره المشاكل يبقى لازم يجي معاها على طول الصبر. هل انت راجل عندك صبر كفايه انك تحل مشكله؟ هل انت راجل عندك صبر كفايه انك لو لقيت مشكله وشفت الحل بتاعها ما ظبطتش معاك هتشوف حل تاني، هتجرب طريقه تانية، هتفكر بشكل مختلف، هتبحث او تعمل سيرش عن الموضوع ده بشكل مختلف ولا لا؟ دي اهم صفه موجوده فيك لو انت شغال في مجال الاي تي بشكل عام. مهمه جدا حته الترابل شوتنج دي. تاني صفه واهم صفه برضه لازم تكون معاك هي فكره التواصل الجاي. هل انت بتعرف تتكلم وبتعرف تتواصل وبتعرف توضح وجهه نظرك، بتعرف توضح الفكره بتاعتك، بتعرف تتناقش مع اللي قدامك، بتعرف تقول له الحل، بتعرف تعلمه وبتعرف تفهمه الموضوع ماشي ازاي ولا لا؟ بالذات لو انت بتكلم مدير او بتكلم موظف. ازاي يعني انت دلوقتي لو بتكلم مدير، المدير طبيعه شخصيته انه سريع، عايز في اقل عدد من الجمل وباقل طاقه يعرف اكبر عدد ممكن من المعلومات عشان يقدر ياخد قرار سريع دلوقتي. فانت مش هتحكي له قصه حياتك وتقول له انا رحت وكلمت وسرشت وعملت والموظف قال لي وده حكى لي وده راح، لا، هو عايز يعرف منك على طول المشكله فين، حلها اتحلت ولا لا، انا مطلوب مني كمدير ايه علشان اساعدك في الحل بتاعها عشان نعرف نحل الموضوع باسرع وقت. نفترض مثلا في شحنه كمبيوترات جايه، فانت مش تقعد تحكي للمدير تقول له والله انا بفكر اجيب رامات 8 ولا اجيب 16، اصلا بفكر اجيب سي بي يو ما اعرفش ايه. اصل الموظفين في منهم ناس شغالين في حاسبات وفي منهم شغالين في الاتش ار، فدول مش محتاجينهم قوي، بس احنا محتاجين هنا سي بي يو عالي قوي او رامات. مش مهتم، هو عايز يعرف منك كم عدد الاجهزه اللي محتاجه رامات عاليه، كم عدد الاجهزه اللي محتاجه سي بي يو كويس، كم عدد الاجهزه اللي محتاجين نبيعها او نغيرها ونجيب لابتوبات مثلا، كم عدد الاجهزه اللي مش عارف ايه، كم موظف في عنده مشاكل في الاكسس بوينت مثلا، كم موظف عنده مشكله في النت محتاجين نعلي النت. او عايز دايما يعرف تقارير او يعرف معلومات كتيره جدا في وقت قليل جدا عشان يعرف ياخد قرار. العكس بقى الموظف، هتلاقي موظفين، هتلاقي راجل مثلا شغال في الحسابات هو مش عارف عن الكمبيوتر غير مثلا برنامج الاكسل والبرامج المعتاده اللي هو بيشتغل عليها على طول، هو مش مهتم بالرامات ولا مهتم بالبرامج اللي شغاله في الخلفيه ولا مهتم بموضوع الباسورد بتاعك ولا مهتم بموضوع البوليسي. هو الراجل بيفتح الجهاز، يفتح البرنامج بتاعه او السيستم بتاعه ويشتغل عليه. طيب حصلت مشكله مثلا في حاجه معينه، انت بقى المفروض يبقى عندك تواصل كويس علشان تعرف توصل له المشكله دي وتعرف تقول له ما يعملهاش تاني ازاي عشان يسهل عليه ويسهل عليك انت كمان المشاكل بعد كده. وعلشان برضو لو حصلت مشكله وهو مطلوب منه يتعلم حاجه معينه، انت برضو تساعده ان هو يتعلم الحاجه دي، تقول له خلي بالك احنا محتاجين المره اللي جايه بقى نتعامل بالطريقه دي او نتعامل بالاسلوب ده او نمشي على الخطوات دي علشان نتفادى حل المشكله دي. هتلاقي بقى موظفين اشكال والوان، هتلاقي واحد غبي جدا ما بيفهمش من اول مره، هتلاقي واحد متعصب وعنيف ومش فاضيلك اصلا ومش عارف يتكلم معاك، هتلاقي واحد دمه خفيف جدا، هتلاقي واحد ما بيتكلمش خالص، هتلاقي واحده مكسوفه، هتلاقي واحد عمال بيشتم ويلعن، وهتلاقي واحد مش عارف يعمل. هتلاقي اشكال والوان. فلازم انت بقى كاي تي يكون عندك الملكه بتاعه التواصل، كوميونيكيشن سكيلز، تعرف تتعامل مع مدير وفي نفس الساعه تطلع من المكتب بتاع المدير تروح تكلم موظف بشخصيه مختلفه تاني خالص توصل له معلومه معينه، بعد ما تخلص في نفس الساعه برضه تروح لموظفه ولا موظف بشخصيه تانيه خالص تروح برضه تتعلم معاه وتتكلم معاه بشكل مختلف. فهي بقى دي اللقطه، التواصل الجاي. ثالث واهم حاجه مهارتك في التصميم وفي الابداع. دي مش تحتاجها كتير قوي او مش تعملها كتير قوي، لانك 90% لما تيجي تشتغل في اي شركه بنسبه 90% هتلاقي نفسك رايح وسيستم شغال وكله تمام، ولكن برضو لازم يبقى عندك الحته الصغيره بتاعه التصميم والابداع. ازاي هقدر استخدم الاساسيات والمعلومات اللي عندي ان انا اصمم شبكه مثلا بشكل ذكي، ان انا اجمع جهاز كمبيوتر او ان انا اختار السبيكس او المواصفات بتاعه اجهزه الكمبيوتر اللي انا محتاجها او محتاج اطورها في الشركه عندي وهكذا. ازاي ابدع او ازاي افكر خارج الصندوق او ازاي افكر بشكل صح واستخدم فيه اساسيات المعلومات بتاعتي في ان انا اعمل الموضوع بشكل اذكى. التصميم والديزاين والابداع مهم جدا برضو في شخصيتك كمهندس اي تي. الحاجه اللي بعد كده اللي هتضايق ناس كتير قوي، المذاكره والتطوير. تعال نتفق على اتفاق،
احنا في مجال الاي تي، مجال الكمبيوتر ومجال التكنولوجيا، فطبيعي كل ساعه بينزل مقالات جديده، بينزل كورسات جديده، بينزل سوليوشنز جديده، بينزل اجهزه جديده، كل يوم بتتطور. بالذات كمان مع دخول الاي اي وماشين ليرنينج دخلنا في موضوع مختلف تماما. فلازم برضو يكون من صفاتك انك بتحب المذاكره وبتحب تطور من نفسك، وانك كل يوم عندك قدر ثابت من المذاكره بتشتغل بيه على نفسك وبتطور من نفسك علشان تعرف تواكب العصر. هديك مثلا مثال، من 3 أو 4 سنين كان ديف اوبس لسه اللي داخل مصر، او لسه اللي بيبدا في مصر، ولسه ما حدش يسمع عنه غير يا دوبك 3 4 زيه زي مجال الكلاود. طبعا كان موجود قبل كده بس ابتدى يتسمع سيكا كده من حوالي 3 أو 4 سنين. طيب دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم، لو كنت خدت الكورس من 3 4 سنين كان زمان دلوقتي فين؟ هي دي اللقطه او هي دي الفكره، ان انت لازم تكون عارف تطور من نفسك، ولازم يكون عندك قدر ثابت من المذاكره. نفس الكلام برضو في موضوع الكورسات الاساسيه، كلنا بلا استثناء في فتره الكليه هبقى اخد الكورس ده لما اخلص الكليه، في الصيف هنزل تدريب، بص هفحت نفسي، قبل الامتحانات بتاعت الميد ترم هاخد كورس محترم كده افهم منه اساسيات الكمبيوتر وازاي الشبكات بتشتغل وازاي السكيورتي بيتعمل وازاي اعمل اكتر من شبكه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب عملت ايه؟ اخرت على نفسك، صح؟ تيجي بقى دلوقتي بعد ما تتخرج او انت مخلص جيش مثلا دلوقتي وبتدور على شغل، ما عندكش اي حاجه تقولها، ما عندكش اي معلومه في عقلك. ليه؟ علشان في مشكله في موضوع المذاكره والتطوير. فلازم من دلوقتي تحب فكره ان انت تذاكر، تحب فكره ان انت تطور من نفسك. وده ينقلنا للصفه رقم 5 المهمه برضو جدا، اللي لازم تكون فيك الفضول والاستكشاف. مفيش مهندس اي تي ربنا خلقه مقفل على دماغه وعارف كلمتين وقاعد ساكت كده، لا، دايما عايز يعرف ايه اللي بيحصل في البلاد اللي بره، عايز يعرف ايه اللي بيحصل في الشركات اللي حوالينا، عايز يعرف ايه السوليوشنز الجديده، عايز يعرف ايه البرامج الجديده، عايز يعرف ايه بقى التحديات او ايه الافكار الجديده، الدنيا رايحه فين، وبيستعد له برضه عن طريق المذاكره. وبرضه تبقى عارف تستعد لاي مشكله ممكن تحصل في المستقبل، تستعد لها من دلوقتي وتذاكر لها من دلوقتي. وطبيعي جدا طالما انا قلت الكلام ده يبقى ده هيخلي برضه عندك الصفه الثابته وهي التنبؤ بالمستقبل. انت من دلوقتي لو بتذاكر كويس وبتطور من نفسك كويس وعندك فضول واستكشاف اللي بيحصل حواليك واللي بيحصل في العلم نفسه وازاي الموضوع بيتطور، هتلاقي نفسك بقيت متنبئ بالمستقبل، فبقيت عارف المشاكل اللي ممكن تحصل في الشركه عندك او ممكن تحصل في المجال او الصناعه عندك، او ايه اهم الكورسات اللي انت محتاج تاخدها دلوقتي، او اطور من نفسي ازاي من دلوقتي. وعارف المستقبل هيبقى جعان وهيبقى محتاج شغلانات عامله ازاي، محتاج مهارات عامله ازاي. فانت من دلوقتي بتظبط نفسك علشان تعمل حساب مستقبل، سواء كان في مشاكل او كان ليها علاقه بتطوير الذاتي وانك بقى تدور او تروح شركه احسن او تاخد مهارات اكبر فتعلي الرانك بتاعك او تعلي قيمتك في الشغل او تعلي قيمتك في الشركه بتاعتك وهكذا. دول اهم 6 صفات لازم يكونوا عندك لو انت مهندس اي تي او في المجال ده عموما. او انا والله وجهه نظري في اي شغلانه دلوقتي، كل الشغلانات دلوقتي بقت محتاجه منك انك دايما تقعد تذاكر. واللي احنا كنا بنقوله زمان واحنا صغيرين ان انا هخلص كليه او هخلص الجامعه وكده خلاص خلصت، لا، احنا في مجال او احنا دلوقتي في حياه لازم كل يوم تطور من نفسك، ان شاء الله نص من نص في المية طول ما في انضباط. وانت حاطط لنفسك ان شاء الله ساعه، ان شاء الله نص ساعه، ان شاء الله 5 دقائق، بتفتح لينكد ان تقرا بوست يا عم عن حاجه ما خدتش بالك منها او حاجه ما تعرفهاش قبل كده وتقفل. اسمك بتطور من نفسك. ال5 دقائق هيبقوا بكره ساعه، الساعه هتبقى ساعتين، الساعتين هيبقوا كورس وهكذا. ودلوقتي انا خلاص خلصت الفيديو، عايز تقلب اقلب. عايز بس افكرك ان انا عامل كورس كامل بيتكلم عن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات السكيورتي، وكمان اشهر المشاكل اللي هتقابلك لو انت في اول سلمه ليك في مجال الاي تي وعايز تشتغل هيلب ديسك او تكنيكال سبورت. ابعت لي على الواتساب على الرقم الجميل ده وهبعت لك كل تفاصيل الكورس. لحد هنا وكفايه. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.